ده بقى القرنبيط اللي دايما بشوفه في المطاعم، واروح اسال عمه معمول بالبيض، يقول لي ايوه معمول بالبيض. واتاري زي ما سمعتوا صوت القرمشه كده هنعمله مقرمش، ولكن ولا في بيض ولا في لبن، بطريقه سهله ونباتيه. واقول لكم على حاجه عملتها، والاول مره عملتها كده بس عجبتني جدا، وهقولها لكم في نهايه الفيديو. يلا بينا نشوف الطريقه. اول حاجه هنجيب القرنبيطه بتاعتنا باي حجم انتوا حابينه، وهنبتدي ان احنا نقطعها. هنشيل الزهور ديت العروق الخضراء، ونبتدي ان احنا نقطعها بالحجم اللي انتوا حابينه. ولكن كلما الحاجة كانت صغيرة كده بتكون شكلها افضل في التقديم، وبتكون حلوة جدا في اكلتها في الاخر. احنا هنجيب القرنبيطة بنمشي على حسب الزهرة بتاعتنا كده مع العروق، وبتبقى يعني قطع ميني كده صغيرة، بس مش ميني قوي طبعا عشان يكون فيها لحم. وبعد ما اخلص القرنبيطة يلا بينا نروح نسلقها. بكون غالية مية على النار، واحط معلقة كبيرة من الملح وشوية من الكمون علشان طبعا ما يعملش انتفاخ معانا زي الكرنب، لان ده يعتبر ابن عم الكرنب. وهنحط القرنبيط بتاعنا. طبعا انا مش بغسله قبل السلق، لانه خلاص اوريدي هو بينزل ميه السلق بيتطهر من كل حاجه، وبنسيبه لمده 3 4 دقايق، وده عشان حجمه صغير. المهم هعرف ازاي نستوى، بحط فيه السكينه زي ما انتم شايفين. بصوا مش مهري معايا، السكينه دخلت بسهوله ولكن مش مهري، وهو دوت بيبقى تسويته مظبوطه. واول ما بيطلع بحطه في ميه بسرعه بارده او ساقعه عشان اوقف عمليه التسويه، وبعد كده بصفيه. وبكده القرنبيط اعمله يعني بسلقه كده كله، وبعمله بنفس الطريقه. هنحضر بقى العجينه: كوبايه من الدقيق ونص كوبايه من النشا، والتوابل عباره عن كركم وبهارات البطاطس وبابريكا وملح وكمان كمون. طبعا انا كاتبه لكم المكونات على الشاشه. وحطيت نص معلقه صغير من البيكنج باودر، ودي مهمه جدا، بتخلي العجينه معانا منتفخه كده، وبتبقى كريسبي، وبتدي لون كمان اكتر. يعني بتساعد وما بتبقاش العجينه مكتومه معانا واحنا بناكل القرنبيط. واهم حاجه بنختبر كده بالمعلقه ان هي تغطي طبقه المعلقه عشان نتاكد ان هي هتغطي القرنبيط معانا. انا حطيت شويه بقدونس، تقدروا تحطوه او ما تحطوش على حسب الرغبه. هنحط الزيت معانا يكون غزير كده، ونسيبه يسخن، وبنعمل قرنبيط. بصوا التغليف بتاعي مغلف القرنبيطه، ما بتقعش العجينه منها خالص، وده كده يعتبر ناجحه معايا عشان ما تبهدلش الزيت مننا. وبنحط القرنبيط. اهم حاجه النار بتكون متوسطه، والزيت ما يكونش حامي قوي علشان ما يحرقش القرنبيط مننا. واول ما بياخد لون كده بنقلبه على الوش التاني. وزي ما انتم شايفين بجد الفيديو بيتكلم عن نفسه، لونه جميل جدا. دوت اللي انا عملته ساده. ده بقى انا حطيته في كاتشب وسمسم، بس انا ما صورتهاش، قلت اجربه، ولما دقته عجبني جدا قلت يا ريتني كنت صورته. حطيته في كاتشب وسمسم وصويا صوص لو متوفر، بجد جميل، اتمنى تجربوه. بس ده جوسي مش مقرمش، ولكن المقرمش هو الساده. متنسوش بقى تقولوا رايكم في الكومنتات لو عجبتكم الطريقه.